قصتنا اليوم من العاصمة اليمنية صنعاء. كما قيل ووردنا هذا الفيديو لهذا الاجتماع ولا أعلمنا أين هو. قيل إنه لبعض مشاهير الانستغرام. أنا لم أعلم إن مشاهير الانستغرام كذا الناس يحوطوا عليهم. ظهر فيها الفيديو واحد أبو شعر كذا وواقف، وفيه هناك بعض الناس وبعض اللي يصور ويضحك على التدافع، بعض الحريم قليل قلة ولا يمثلون إلا أنفسهم. ف لكن بعد ذلك ظهر في فيديو آخر والكراسي ما بلهات يا لبيقة يا لبيقة. لماذا هذه الفوضى؟ هدر المال عام أو صاحب منظم الاجتماع هذا. لا أعلم أنا ليش كذا وليش كسروا. بعضهم قالوا حقد وحسد ولا نعلم إيش سبب المشكلة حتى الآن، ولكن إن الكراسي تطحطحت. فالواحد لا يكون يتهور. هو صح موجود الفيضاويين في كل العالم. لو تشوف أنت نهاية المباريات في بعض الدوريات الأوروبية يكسروا الدنيا، بس ذولك بحالة سكر، احنا بحالة كذا مزاج. عموما كان هناك استهجان واسع لما حدث بالمكان هذا. فبعض التعليقات يقول، أحدهم يقول قد الله أخبار ما خلينا بحروب ومجاعات إلا بسبب هذول. لو عاد إحنا مثل الخليج مرتاحين لا نشوف فساد أكثر من الذي يحصل في كل الدول العربية. يا أخي كل واحد يمثل نفسه ولا نقدر نحكم على أحد. هنا أبو قنا يقول النت خرج لنا عاهات رجال ونساء ما كنا نتوقع إن في ناس موجودين بيننا إذا بهذه العقليات. أيضا هنا نشاهد هيثم الشهاري، هل البيت الذي طلعت منه البنت فيه رجال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء ما بش معهم من يضبطهم ولا كيف. أيضا في شخص يدعى عبد المجيد قال مثل هذه العاهات المفروض ما تنشروهاش لأنها لا تمثل قيم هناك شعب يمني، وهذه أكيد عاهات واللي يرضى. كلام طويل. أيضا أنا هنا أشاهد نزار السنفاني، أعتقد أنه ممثل، اللي يقول يا عبد الوكيل. قال محبة الناس شيء جميل وتدفعك نحو التميز أكثر وتقديم ما يسعد ويوصل رسالة للآخرين في أي مجال كان لخدمة المجتمع المتابعين لك، لكن مش لدرجة إن إحنا ننسى أخلاقنا. أنا لا ألوم هذا الشخص ولكن ألوم المجتمعات. قد كان معي قعشة كبيرة بس ما أذكرش إن البنات حلقين عليا هكذا. حرام لا كنت إيش أستعفر بهن أو بحبتين ما لعب. أيوه هو ذا اللي كان ينطق هكذا لما أطايرهن. عموما الفيديو أنا لما أتأكد من أين مكانه وأين مصدره، ولكن حسب ما قريت إنه قالوا في صنعاء أو المهم إنه في اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.